السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طاجن العكاوي بطريقة بسيطة جدا وطعم تحفة خرافة بجد. هنجيب العكاوي من عند اي جزار. هنجيبها وهنغسلها كويس قوي، هنحطها في مية وملح وخل وليمون شوية، يعني قيمة ساعة ساعتين. وبعدين هنشيلها نشطفها من الخل والملح والليمون وهنحطها في مصفى بالطريقة دي لحد ما تصفي ميتها خالص، ما يبقاش ايه فيها مية غير يعني مية بسيطة، المية اللي شربتها تصفيها. هنجيبها نحطها في صينية، نحط عليها كمون بالطريقة دي وفلفل اسود وملح وبهارات لحمة. بهارات لحمة بتجيبيها من عند العطار او البهارات اللحمة البواكي اللي ايه متوفرة. هتبدأي تقلبيها كده بالطريقة دي لحد ما العكاوي كلها تاخد من البهارات من فوق ومن تحت ومن الجناب من كل حتة، تشرب من البهارات ديت. وبعدين هنجيب معلقة دقيق كده بالطريقة دي وهنبدأ نرشها كده فوق العكاوي. هنبدأ بقى نقلب الدقيق كده لحد ما الدقيق يشرب، ونقلبها كويس أوي لحد ما الدقيق العكاوي تشرب ايه الدقيق بالطريقه ديت. هنجيب بقى حله، لازم الحله تكون سخنه، تتاكدي ان هي ما فيهاش ميه. هتنزلي بقى بمعلقه سمنه كبيره وحبة يعني معلقة زيت برضو. وهتبدأي ايه تستني اما السمنة والزيت يسخنوا، وهتبدأي تنزلي بالعكاوي في الحلة بالطريقة ديت، هتشكشك كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين تبدأي ايه تقلبيها على لحد ما تاخد لون وتحمر كويس قوي بالطريقة ديت. وبعدين نبدأ ايه تقلبيها على الوش التاني زي ما انتوا شايفين اهو خدت لون، وقلبتها على الوش التاني. هبدأ اقلبها عشان برضو ايه لو الجناب ما خدتش لون تاخد اللون. وهتكوني طبعا مجهزة جنبيكي مية مغلية، لازم تبقى مية مغلية، ما ينفعش تبقى مية كده. المهم قبل بقى ما تنزلي بالمية المغلية هتكوني مقطعة جنبيها بصل وطماطم وبشرة جزراية وورق لورا وليمونة وفلفل وبهارات اللحمة تاني وفلفل اسود، يعني فلفل رومي وفلفل اسود. هتبدأي تقلبيها بالطريقة دي وحبهان لحد ما كله كده يندمج ايه مع بعض. وبعدين هننزل بقى بيها ننزل بالمية السخنة على العكاوي بالطريقة دي. ما ينفعش مية باردة لانها مش هتبقى حلوة، لازم مية سخنة اهي بالطريقة ديت لحد ما تبقى المية في نفس السوى العكاوي. وبعدين هتغطيها وتسيبيها لما ايه تغلي وتستوي 3/4 سوا. في طاسة بقى التانية بقى على البوتاجاز برضو هنستنى اما تسخن قوي، وهتنزلي بالسمنة برضو بقطعة سمنة، وهتحطي عليها البصل يتشوح الأول بالطريقة ديت لحد ما ينضج. وبعديها هننزل بقى ببقية الحاجات اللي احنا مقطعينها اللي هي الطماطم والفلفل والثوم، وهنبدأ نقلبها ونحط برضه عليها البهارات اللي هي الملح وكمون وفلفل اسود وبهارات لحمة بس فقط لا غير، وملح صيني. وبعدين هنا هو طبعا العكاوي هنا استوت، بتشوفيها بقى استوت ولا لأ. لقيتها هنا استوت، وشايفين الشوربة بتاعتها جميلة جدا. في حلة تانية نضيفة طبعا لو فيها مية بننشفها بالطريقة دي. وبعدين بتنزلي بقى بالحلة على الخضار اللي احنا ايه كنا حاطينه اللي هو البصل والطماطم والفلفل بالطريقة دي. وهتبدأي ايه تقلبيها. طبعا هنصفي هننشل العكاوي من الشوربة بتاعتها، وهنحط عليها معلقة معجون صلصة اللي هو معلقة معجون طماطم. وبعدين هنحط برضو حبة شوربة من شوربة العكاوي. وهتكوني مجهزة على جنب اهو بص انا بحب اخد اللي هي اللي تحت دي لان بتبقى فيها البهاريز بقى وايه وكل حاجة حلوة فيها. هنجيب كنا مجهزين اهو طماطم، كوباية طماطم معصورة بس كوباية بس. هتسيبيها طبعا بقى تكمل بقية سواها في الطماطم مع
مع البصل والطماطم والحاجات دي اهو. هنا كده هتبدأي بقى تقلبيها. هنجيب الطاجن الفخار وهننزل بيها بقطعة سمنة برضو بالطريقة دي من تحت، وبعدين هنبدأ ناخد نزيح كده العكاوي على جنب، وناخد الخلطة ننزل بيها الأول بالخلطة كده بالطريقة دي، وبعدين نحط العكاوي لحد ما تفضي العكاوي كلها. تنزلي بالعكاوي كلها في الطاجن بالطريقة دي والخلطة بتاعتها، وهنبدأ ندخلها بعديها الفرن عشان تكمل سواها في الطاجن وتاخد كمان لون من فوق. هندخليها الفرن على درجة حرارة 200 او كده شايفين، وخدت وش اهو في الفرن وطلعناها، وطعمها كانت جميل وشكلها حلو بجد بجد تحفة. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.